السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا كده في القناه لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو. بصوا، اخيرا الحمد لله عملت الشقه اللي فوق، مسحتها. انا شايله السجاد غسله بقى لي فتره كبيره. آه وكنت عايناه يعني، والحافظه بتاعه غرفه النوم كمان كنت شايلاها وغسلاها. بس يعني حصل ظروف كده ومعرفتش امسح. فاخيرا بقى الحمد لله كده قلت ايه، امسح بقى الشقه كده واخلص منها. كانت الارض بقى عريانه، وانتوا عارفين الجو ساقعه. فقلت بقى امسح وافرش كده السجاجيد عشان الشقه ايه تكون دافيه يعني. انتوا عارفين طول ما السجاجيد كده الشقه بتكون عريانه تحسوا الشقه يعني بتبقى ساقعه كده مش دافيه. وكمان الارض كل شويه بتتبهدل كده، وبصراحه ما بيبانش عليها نظافه. طول ما الشقه تبقى عريانه كده احس ان هي متبهدله على طول. فقلت بقى امسح كده وفرشتها، بس بجد الحمد لله. انتوا هتشوفوا غرفة النوم دلوقتي كانت ايه وهتبقى ايه. يعني بجد حسيت باختلاف جامد. انا مجرد ما بغير حاجة كده من مكانها بحس باختلاف جامد في المكان. وكمان هفرش بقى الملاية الجديدة اللي كنت عاملاها. كنت موريالكوا الملاية بالكفر اللحاف. بصوا طلعت شكلها تحفة. هتشوفوها دلوقتي بعد ما بفرشها. همسح بس كده الغرفة الأول والبلكونة، وهعمل الحيطان واسعف بقى وايه، امسح الأوضة مسحة حلوة كده وبعدين افرش. بس للأسف انا مش بعرف ادلق هنا يعني مية، فبعمل كده بكون حاطة مية وفيها شوية اي مسحوق بستخدمه وشوية معطر، وبمسح بقى الحيطان بحتة كده مبلولة. بصوا بقى، عملت الحيطان كلها كده من فوق بالزعافة. والحيطان بقى من تحت كده بالقماشة يعني المبلولة دي. بصوا الحيطان كلها بقت ايه، بتبرق كده. ما سبتش حتة فيها الا ما عملتها من فوق بالزعافة عشان طبعا مش هطول. ولحد بقى اما انا طايله بايدي كده عملته بالقماشة كده زي ما انتم شايفين. اول حاجة عملت شيش البلكونة كده، انا طبعا نفضته الاول زي ما شفتوا. وبعدين بقى ابتديت امسحه كله كده بالحتة ديت. بصوا ما سبتش حتة فيه الا لما عملتها. بس مسحته كده بقى الاول. وهعمل الحيطة ديت كمان عشان هنقل فيها التسريحة. انا كنت حاطة البنكت هنا شلته، وهحط دلوقتي التسريحة بدال. ببدل يعني ايه فيهم كده. دلوقتي بقى همسح البلكونة، وهمسح الحتة مطرح التسريحة دي عشان انقلها فيها، وبعدين اكمل بقى ايه بقية الغرفة. بجد يعني كان همي كده ونزاح، كنت شايلة هم الشقة ديت بطريقة. كل ما اجي اعملها يحصل حاجة اخرج، يعني اتعطل. بصوا لازم يحصل اي حاجة. و... وتلات او 4 ايام جوزي يروح الشغل بالليل ويبقى نايم الصبح، يصحى بعد العصر كده. فبرضو مش بعرف اعملها. بيكون يعني الوقت اتأخر. يعني انا ابتديت على الساعة 1 كده او 1:30. مخلصة امتى؟ مخلصة بعد العشاء. عمل ما خلصت الشقة كلها بقى وكده. دلوقتي بقى نقلت التسريحة زي ما شفتوا كده، وهبتدي اعمل الحيطة ديت. عملت بقى من فوق بالزعافة زي ما شفتوا كده، ومن تحت بالحتة كده المبلولة، وابتدي اعمل بيها البقعة بقى فيها اي حاجة كده تطلع على طول. دلوقتي بقى همسح هنا وانقل البنكت فيها. وعندي كمان الستاير في الاول كده زي ما شفتوا في اول الفيديو خالص. شلت الستاير وعندت الاكياس بتاعه الكوشنز الفرو ديت وال والرنرات يعني وكده، ورحت حطاهم في الغسالة.
وهطلعهم دلوقتي انشرهم على ما خلصت يعني بقيت الشقة. كانوا نشفوا، انتوا عارفين الستاير ما بتاخدش وقت خالص. برضو الكوشنز الاكياس بتاعتها برضو كانت نشفت، ما خدتش وقت. الشقة بقى اللي تحت ان شاء الله فاضل فيها المطبخ، هفرشه واصور لكم بقى ايه الجولة فيها كده. معلش عارفة الفيديو اتأخر، بس اللي معطلني كل ده القماش اللي انا كنت هعمله ستاير والاكياس يعني للكوشنز وكده، لسه ما جبتوش من عند الخياطة. هو ده بس اللي معطلني، لكن لو كانوا موجودين كان زماني فرشته مع الشقة. بصوا بقى دلوقتي هغير مكان السرير، حبيت يعني ايه اعمل فيه تغيير كده. بصوا هحطه جنب الشاشة. هتشوفوا دلوقتي هنقله فين. دلوقتي الغسالة اهو، كان الغسالة خلصت طلعته. بصوا كان عندي كمية غسيل رهيبة، ما تعرفوش الغسيل ده كله بيجي منين. حطيت اول حاجة كده الستاير غسلتها، ورجعت حطيت دور غسيل تاني. دلوقتي شغلت عليه الغسالة، ورجعت حطيت الملايات اللي شلتها من هنا ومن غرفة الأطفال وكان في دفاية كده برضو كنا بنتغطى بيها، غسلتها عشان طلعت البطاطين خلاص. وكان بصوا كل ده، وكان السبت بقى ايه مليان لبس لسه. يعني الواحد تعب والله من اللبس ده. انا اول ما صحيت اول ما فتحت عيني كده خليت بنتي جابت لي اللبس اللي كان منشور كله وقعدت طبقته. عشان ايه؟ قلت يعني اول حاجة بحب اخلص من اللبس كده. اي لبس في البلكونة عايز يتطبق او حاجة اطبقه، عشان ما اعمل كده ميبقاش فيه ايه حاجات يعني. بعد ما اخلص مسيح كده اكون خلاص بقى خلصت كله، عشان ممكن بعد ما اخلص مسيح اكسل يعني اطبقه. فعملته كده هو اول حاجة يعني وخلصت منه. دلوقتي بقى عملت الحيطان من فوق كده كان فيها تراب، عملتها بالزعفة نطفت ما بقاش فيها اي حاجة. ومن تحت بقى الجزء اللي بطوله كله كده رحت عاملاه بالقماشة المبلولة. جايبة بقى معطر من هايبر. انا قلتلكوا اصوره ونسيت والله. ابقى اصوره لكم ان شاء الله. بجد المعطر ده ريحته رهيبة، يعني قسما بالله انا جربت معطرات كتير جدا ومفيش اي حاجة كانت بتثبت زيه كده. مجرد ايه 15 دقايق بعد ما امسح او ارش كده وريحته خلاص بتروح. لكن ده بسم الله ما شاء الله بجد تحفة. يعني برشه، يعني انا في يوم رشيته وخرجت كنت رايحة عندنا، جيت بالليل الشقة ريحتها بصوا كان اكني لسه رشاه. يعني بصوا برشه بيفضل طول اليوم الشقة ريحتها حلوة قوي. هو اسمه فريدة تقريبا. المعطر بقى نفسه مش فاكرة والله اسمه ايه. ان شاء الله ابقى اصوره لكم. كنت جايباه من هايبر، الازازة كانت ب60 جنيه اللي هي لتر تقريبا. ابصوا بقى نقلت السرير زي ما انتوا شفتوا كده، وابتديت بقى اعمل ايه بقيت الحيطان. الحيطه بقى اللي ورا الكومودينو دي كان مدلوق عليها شاي، وفضلت اعمل فيها كتير مش راضي يطلع خالص. مش عارفه يعني لزق في الحيطه كده، معلم كده مطرح الشاي ايوه في الجزء اللي انا بمسحه ده دلوقتي. هو مش باين في الكاميرا لكن كان مدلوق فيه شاي عامل خطوط كده ومش راضي ينضف خالص. طبعا الكومودينو كان محطوط، معرفش ان كان هو مدلوق اصلا. بصوا بقى وعملت الشباك وعملت كمان الحيطة ديت. عملت كده بصوا الحيطان بتاعة الغرفة كلها من فوق ومن تحت، مسبتش ولا حيطة ما عملتهاش. والسرير بقى كان تحتي حاجات كده شلتها خرجتها برا وشلت المولل ونقلته زي ما شفته، وارجع احط الحاجة تاني. انا بقى باذن الله هخليه كده لحد ان شاء الله يعني على العيد انقله تاني، هنقله زي ما كنت حاطاه. يعني ايه كنت تغيير كده. مسحت بقى ايه الغرفة كلها كده عشان خلاص كده خلصتها. ابتدي بقى افرشها، هفرش الغرفة ديت وبعدين اخش اعمل غرفة الاطفال. غرفة الاطفال كان فيها حاجات بسيطة خالص، يعني ما تعبتنيش زي دي كده. دي اللي خدت وقت كبير قوي. بس بصراحة وانا بفرش كنت مستمتعة جدا بالفرش. انا يعني احلى لحظة في المسح والحاجات دي كلها
وانا بفرش، بالذات بقى لو جايبه حاجه جديده، يعني بكون متحمسه جدا اشوف يعني النتيجه النهائيه بتاعتها، بكون فرحانه كده وانا بفرش. لكن المسح بقى وكده لا، بصراحه ببقى شايله همه جدا. بص انا قلتلكوا على السجاجيد تحت، اما فرشت السجاجيد قلتلكوا خلاص بقى انا هسيبها كده طول الشتاء، مش هغسلهم الا على رمضان. اصدمكوا بقى، السجاده اللي في الصاله اتبهدلت، معرفش ايه اللي بهدلها كده. هي اصلا للاسف انا جايبها لونها فاتح خالص، بيج كده فاتح، تهيألي باول درجات البيج كده، يعني ما كملتش متهيألي 4 ايام وكانت اتبهدلت خالص. فشلتها في البلكونه وفرشت واحده غيرها في الصاله. وبتاعه القعده العربي، الركنه اللي بنقعد عليها، برضو ابتدت تتبهدل كده. قلت اسبوعين كده ولا حاجه اسيبها وبعدين اشيلها، اغسلهم بقى هما الاتنين واشيلهم، مش هفرشهم تاني. هما الاتنين لونهم بيج فاتح كده بيبهدلوا بسرعه. قلت اغسلهم بقى واشيلهم، وعند الركنه عند السجاده الفرو البني ديت، بني في بيج، قلت ابقى افرشها بقى ان شاء الله. بص بقى ايه، رجعت الحاجات تاني على السرير والمرتبه. وده بقى منظف كده للاخشاب، او ملمع اخشاب، كنت جايباه من هايبر، يعني تبع هايبر اللي هو مكتوب عليه توب فايلو. المنتجات اللي مكتوب عليها توب فايلو ديت كلها تبع يعني هايبر نفسهم، هم اللي مصنعينها، مش تبع شركة يعني او مصنع او حاجة. جبت بقى الملمع الاخشاب ده، وجبت برضو الجلانس تقريبا من شركة فريدة تقريبا، مش متذكرة قوي. وكنت جايبة كمان منظف للبوتاجاز كده، برضو تبع توب فايلو هايبر، بس لسه يعني ما استخدمتوش، بستخدمه معاكم ان شاء الله، واشوفه كده قوي زي اللي كنت جايباه قبل كده ولا ايه. بس كنت جايباه من شركة تاني، بس للأسف نسيت اسمها خالص، وقعدت ادور كده افتكرت شكله، فرحت قلت ايه اجيب اللي هو مكتوب عليه توب فايلو ده. رشيت بقى ايه جلانس على المراية والازاز بتاع التسريحة دي، عملتها وعلى الخشب ملمع الاخشاب ومسحته بس. وفرشت بقى الحافظة كده ورجعت اهو الكرسي مكانه. دلوقتي بقى ايه لحظة ايه يعني اسعد لحظة في اليوم، الملايات بقى الجديدة. بجد كنت متحمسة جدا وانا بفرشهم، كان نفسي اوي اشوفهم على السرير يبقى شكلهم عامل ازاي. الفراشة اللي هي اللي بورد ديت، هي بصوا تشبه يعني قريبة جدا للحافظة. انا ما خدتش بالي ان هي قريبة للحافظة كده، الا ايه افتكرت من كام يوم كده، قلت ده الملاية فيها ورد الشكل اللي في الحافظة، طلعوا ايه قريبين جدا من بعض. بس بجد طلع شكلها تحفة جدا، بصوا عاملة زي الحاجات التركي كده، بجد شكلها كان عاجبني اوي، وفي الفرش بقى طلعت تحفة. هتشوفوها دلوقتي على السرير عاملة ازاي، بجد يعني الحمد لله طلعت حلوة اوي. ببتدي بقى ايه البس اللحاف كده الكفر، الحمد لله جه على مقاسه، بصوا بالملي. كنت حاسة ان هو يجي كبير، يعني قلت هيبقى كبير قوي عليه، بس الحمد لله بصوا طلع بالظبط. هبتدي بقى دلوقتي ايه امسح الازاز كده، مسحت الازاز ومسحت كمان الخشب. بصوا المرتبة عندي متبهدلة، وكنت ناوية اغسلها، بس للأسف لو كنت غسلتها ما كانش هينفع افرش النهاردة خالص، لان للأسف هتبقى مبلولة. فقلت يوم كده ايه اعملها من الصبح كده، واسيبها مثلا لحد بالليل كده تكون نشفت، واروح ايه مفرشاها بقى. لكن النهارده قلت مش هينفع خالص، لان انا بصراحه كنت عايزه اخلص الشقه وافرش يعني كده، مبقاش سايبه ايه لسه حاجه ناقصه. دلوقتي بقى ابتدي افرش الملايه، انا عملتها باستك ديت والتانية، وبعد كده ان شاء الله اي ملايه هعملها تكون باستك. بجد شكلها حلو قوي على السرير، وتكون ماسكه كده وشكلها حلو. الملايه عاملاها اللي هو الورد الكبير واللحاف، وش الورد الكبير وش الورد الصغير ده، زي الاكياس كده.
بس دلوقتي بقى ايه، احط اللحاف كده. ايه رأيكم بقى؟ قولي رأيكم كده. الملاية والكفر واللحاف عاجبينكم كده زي ما هم عاجبيني ولا ايه؟ بجد يعني هم عاجبيني جدا. حاسه عاملين زي الحاجات التركي كده اللي بنشوفهم في المسلسلات التركي والحاجات دي. بس كده الحمد لله كون خلصت الغرفة دي. غير حاجة بقى احط ايه المخدة الفرو دي احطها وخلاص كده. حطيت بقى الكوشن ده، ودخلت بقى على اوضة الاطفال. بصوا هنا بقى انا عملت حاجات كتير كده من غير ما اصور. عشان طبعا الحيطان أنا ببقى واقفة على السرير كده وانا بعملها. عملت بقى الحيطان كلها برضو من فوق ومن تحت كده. ووقفت برضو على السرير كده، عملت الشباك نفضته من بره، وعملت المروحة والشباك الصغير التاني اللي بيبص على البلكونة ده. كل الحاجات دي عملتها من غير تصوير. عندي بقى الملايات كده، وابتدي دلوقتي اكنس الغرفة وبعدين امسحها وابتدي افرش بقى. بصوا بقى الدولاب الضرفة واقعة، كل ما جوزي يركبها عيلي يوقعها تاني. بصوا خربلي الدنيا كده. وبنتي برضو لسه مضيعة التليفون، كان في امتحانات الشهر اللي فات ده. ساعتها بنتي كانت متجبسة زي ما انتوا عارفين كده، وايه كنت بروح معاها المدرسة. وبنتي التانية كان يعني ايه، المدارس عندنا مقسمينها على، يعني كل فترة مقسمينها على 2، عشان كانوا بيوضبوا يعني المدرسة وكده. فمقسمينها يعني اولى وتانية وتالتة مع بعض، ورابعة وخمسة وستة مع بعض. دول اللي هم الابتدائي. الاعدادي بقى عادي، هي فترة واحدة. كنت انا بقى مودية بنتي في اولى اعدادي طبعا. وكانت بنتي تانية في سنة 6، ميعادها ايه كان الساعة 9. سبتها انا طبعا ومشيت، ومقايله لها قبل ما امشي ما تاخديش التليفون معاكي. خدته معاها في المدرسة. وبصوا كانت اول مرة والحمد لله ما رجعش. التليفون اتسرق منها. وقبلها برضو معرفش كانت كسرة لي ايه. ويعني وبصوا الحمد لله على طول خربالي الدنيا كده، ربنا يهديها. ركبت بقى الملايات زي ما شفتوا كده. وركبت كمان الستاير. وفرشت بقى السجادة على الارض وخلاص كده. الحمد لله الشقة كانت خلصت. عملت بقى الصالة برا كده، انا وبنتي يعني عملناها، ورحت فرشة فيها السجادة كده وخلاص. وبرضو الحمام عملته. بس الحمامات عندي صغيرة عشان كده مش بعرف اصور فيها خالص. الحمامات للأسف يعني اصغر حاجة في الشقة الحمامات. الحمد لله كده كنت خلصت الشقة بقى. ده بقى ايه الشكل النهائي. او بص بوريكم عاملة وش كده زي بتاع الملاية. وده بقى الوش اللي هو الوردة الصغيرة. بس وده بقى شكل الغرفة كده النهائي. ايه رأيكم بقى في التغيير؟ تغيير ايه المكان السرير كده، والملاية بقى الجديدة. يعني بصوا حاجة بسيطة خالص، بس بجد يعني فرقت في الغرفة بالنسبة لي 180 درجة. بصوا الشقة ما بتكون متبهدلة، بصوا والله ما بكونش طايقاها. يعني انا طبعا طول النهار ببقى قاعدة تحت. بطلع هنا على النوم، بطلع بقى اشوف الشقة منظرها عريان كده من غير سجاجيد ولا حاجة. ببقى اكون متضايقة جدا. فالحمد لله كده ايه فرشتها كده. باذن الله بقى مش هعين بقى بجد السجاجيد دي بقى اللي على رمضان. لاننا بنطلع على النوم فما بتتبهدلش، بتفضل نظيفة. لكن عارفين تحت طول النهار قاعدة وكده واكل والعيال بقى بتبهدل، انتوا عارفين يعني. فالشقة تحت بتتبهدل على طول.
الفيديو الجاي بقى باذن الله هفرش معاكم المطبخ، بس الحاجات اللي كنت شاريها جديده وكنت ناويه افرشها يعني قلت مش هفرشها دلوقتي. انا هحط بس القماش اللي جبته اعمله ستاير وحاجات، لكن المجات والكوستر الخشب والحاجات ديت مش هحطها باذن الله على رمضان. هعمل بقى شويه تجديدات في المطبخ كده باذن الله تعجبكم جدا. بس ديت بقى اخر غرفة كده، حطيت بقى البطاطين ديت مشوهة شكل الأوضة، بس اعمل الجو ساقعة فقلت بقى لا خلاص لازم اطلعهم. بس كده بقى يا حبايبي، اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لايك عشان الفيديو كده يتشاف، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.